هل سمعت عن رجل هاجر والسيوف تحيط به من كل جانب ولم يجرؤ أحد على اعتراض طريقه؟ بينما كان المسلمون يهاجرون إلى المدينة سرا خوفا من بطش قريش، خرج عمر بن الخطاب علانية فتقلد سيفه ووضع قوسه على كتفه ومضى نحو الكعبة وطاف بها 7، ثم وقف أمام صناديد قريش وقال بكلمات زلزلت أركان مكة: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلحق بي خلف هذا الوادي. صمت الجميع ونكست الرؤوس ولم يتحرك منهم رجل واحد. لم يكن عمر يبحث عن استعراض للقوة، بل كان يرسخ عزة الإسلام في قلوب المشركين ويثبت أن الحق إذا وجد من يحميه لا يقف في وجهه شيء. هاجر عمر جهارا وتبعته عيون الجبناء وهي ترتعد من هيبته، ليكون درسا تاريخيا في الشموخ واليقين بالله. رحل الفاروق وبقيت كلماته صرخة في وجه كل ظالم وبرهانا على أن الإيمان يكسر قيود الخوف. سلام على من هاجر والسيوف تشتاق للقائه. سلام على الفاروق عمر بن الخطاب.